خبرين حلوين. الاولاني هو شفاء بعض اللعيبه المصابه، محمد شريف، احمد عبد القادر، كهربا، محمد عبد المنعم جاهزين وسلام جدا. لكن مستر كولر قرر ان هو مش لاعب ماتش المقاولين، وده صح جدا، هيريحهم من مباراه سان داونز. لان احنا من يوم الثلاث اي نتيجه متقبلينها كجماهير، فوز او تعادل او لا قدر الله على اسوأ الفروض يعني هزيمه. لكن يوم الجمعه انت يا تكسب يا تتعادل، اي نتيجه غير كده احنا كجماهير مش هنتقبلها. فيوم الثلاث اللي انت شايفه لمصلحه الفريق اعمله، ريح اللي تريحه. يعني يا ريت حتى كمان تريح محمد الشناوي، هو طبيعي علي معلول هيريح، ده اساسي مع اللعيبه دي. يا ريت كمان حمدي فتحي، محمد هاني. فمحمد الشناوي لو ريح ولعبت علي لطفي او مصطفى شوبير مفيش اي مشكله. لان المباراه بتاعت يوم الجمعه، او بمعنى ادق مباراه سان داونز والقطن الكاميروني، اللي هيحددوا الموسم كله هيمشي ازاي، اذا كان هتكمل في افريقيا للاخر او هتبقى ده نهايه الموسم القاري بالنسبه لك. فاي نتيجه يوم الثلاث احنا متقبلينها في صالح ان اكبر عدد من اللعيبه يريح لمباراه سان داونز. ده الخبر الاولاني. الخبر الثاني وهو ان اخر مباراه للنادي الاهلي على ملعب السلام هتكون قدام المقاولين، بعدها الاهلي هيسافر ويرجع بعد كده على استاد القاهره. فده خبر برده كويس، لان واضح جدا في الماتشات اللي فاتت ان اللعيبه مش مرتاحه على ملعب السلام، معرفش بقى ارضيه الملعب او ايه او حاجه تانية او مسافه ما تفهمش. فهو من الاخبار برده الحلوه ان بعد كده ان شاء الله بقيه المباريات كلها هتبقى على استاد القاهره. وان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي، ولو في اي خبر جديد ان شاء الله نتواصل معاكم. السلام عليكم.